السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم خصيصا لعشاق القرفة جبت لكم واحد التحلية رائعة جدا وتستاهل التجربة. كما كتشوفوا في واحد الاناء ولا الكاسرول، درت نص لتر ديال الحليب، وزدت عليه كاس كبير ديال القشطة الطرية اللي فيها 200 مليلتر، وزدت عليه قشور ديال البرتقال اللي يكون مغسول جيدا بطبيعة الحال، وزدت ملعقة صغيرة ديال القرفة. وغادي نخليو الخليط ديالنا يغلي. كما كتشوفوا غادي نخليو الخليط ديالنا يغلي حتى يفور. من بعد غادي نخليوه جانبا 5 دقائق باش يطلقوا لينا هذوك المكونات اللي فيه لداخل البرتقال والقرفه. وهنا غادي نجيب واحد الاناء وغادي نديرو فيه 3 ديال البيضات، نصف كاس العنبه ديال السكر، ساشي ديال الفاني اللي فيها 7 غرام، وملعقه كبيره ديال النشا. غادي نخلطوا الخليط ديالنا جيدا. بعد ما خلطنا الخليط ديالنا غادي نجيبوه كما كتشوفوا بهذه الطريقه. هذه كيكون غادي نجيبوه ونخويو عليه هذاك الخليط الاول اللي خليناه يرتاح. غادي نجيبوا الصفايه ديالنا ونصفيو فيها الحليب ديالنا والقرفه والبرتقال اللي درناه يغلي بهذه الطريقه اللي كتشوفوا قدامكم. بعد غادي نخلطوا الخليط ديالنا وغادي نرجعوه في نفس الكاسرول اللي درنا فيها الخليط الاول. من بعد غادي نشعلوا عليه العافيه وغادي نستمروا في التحريك، نبقاو نحركوا فيه حتى يتقل لينا الخليط ديالنا. بهذه الطريقه هذه هنا تقال لينا الخليط ديالنا كيجي هكذا. وهنا غادي ندوزو المرحله الاخيره اللي هي المرحله ديال التزيين. هنا غادي نجيبو لي بول ديالنا اللي كنديرو فيهم التحليه ديالنا، وغادي نجيبو البسكوي اللي تفضلوه نتوما. والصراحه ننصحكم اللي توفر ليها سورتو المغربيات اللي توفر ليها الماريه ديرها بالماريه كتجي رائعه واكثر من رائعه. البسكوي اللي تبغى واللي ما كانش عنده الماريه يدير البسكوي اللي بغاه. انا درت في هذا البسكوي هذا كندير طبقه، من بعد كندير في الوسط البسكوي، من بعد كنزيد عليه طبقه واحده اخرى بهذه الطريقه هذه. من بعد
كنزيد عليه البسكوي من الفوق بهذه الطريقه. غادي نكملوا الكميه ديالنا، وهذه هي النتيجه قبل التزيين. غادي نزينوه بالقرفه، غادي نرشوهم الفوق بالقرفه. وهذه هي النتيجة النهائية خواتاتي. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا كوم دابيتود ولا بحال ديما باللايك واشتراك في القناة اللي ما راهيش مشتركة، فضلا وليس امرا، باش نزيد نستمر وكتجي بهذه الطريقة. هذه ان شاء الله تمناو تجربوها، واللي جربتها بالصحة والراحة.